هذه هي ديك الكيكه اللي كتكوني كليتي وما عمرك نسيتي اللذه ديالها، معلكه هشيشه رطبه. ما نعاودش لكم المذاق ديالها زوين بزاف. وغادي نعبرو غير بالعلبه ديال الياغورت. عندي جوج البيضات، قبيصه الملحه، النكهه ديال الفانيلا، والعلبه ديال الياغورت غادي نعمروها بالسكر سنيده. غادي نخلط مزيان غير بالضرب اليدوي حتى كينسجم ليا داك السكر مع البيض. مباشره غادي ندير هكا زيت نباتيه، وغادي ندير هكا الحليب كيف ما شفتوا عبرت معكم بالعلبه ديال الياغورت هكا باش تجيكم ان شاء الله الكيكه ناجحه وتجيكم زوينه. مباشره بعد ما كنبغي ندير نواشف، اول حاجه ملي كنبغي الكيكه ديالي ندير فيها الكاكاو كنسبقوه هو الاول، عاد من بعد كنكمل بالدقيق. من بعد كتكملوا الدقيق هكا، ما تخليوش العفو الكاكاو هو الاخر ديروا الدقيق، عاد تخليو الكاكاو كينشف لكم الخليط تماما. صافي من بعد درت جوج اكياس ديال الخميره، وغادي ندير الدقيق الخاص بالحلويات يكون مغربل من الاحسن. غنخلط المكونات مزيان، وغادي ندير واحد جوج حتى 3 المعالق ديال البودره ديال اللوز اذا كانت متوفره، كتعطي واحد المذاق واحد التعليكه لهاد الكيكه راه ما نوصفهاش لكم. خذوا غير شويه ديال اللوز هكا وطحنوه، يمكن لكم تستعملوه نتوما بالقشره ديالو ماشي مشكل. راه غادي ديروا غير واحد 10 الحبات غيخرجوا لكم واحد تقريبا 3 حتى ل2 ديال المعالق. صافي من بعد كنكمل هكا بالدقيق، وغادي نخدم مزيان الخليط ديال الكيك. في الاول كيكون شي شويه ثقيل، ما تخافوش نهائيا واخا يبان لكم هكا ثقيل. بالنسبه للمكونات اكيد مضبوطه، غادي نخليها لكم مكتوبه في صندوق الوصف. مباشره بعد ما خلط هذوك المكونات مزيان كندير علبه ديال الياغورت عامره بالماء، الماء اللي كيكون غليان تماما، يعني يكون طالق السبوله ديالو. صافي وكنخلط مزيان حتى كينسجموا هاد المكونات. ديروا حتى واحد المعلقه ديال الخل كتساعد لينا هكا الكيك ديالنا باش حتى هي كتجي هشيشه. داك العلبه ديال الماء اللي درناه في اخر كتعطي واحد النتيجه للكيك ما نوصفش لكم، هشيشه رطبه، غير جربوها. خديت هنا المول ديالي اللي رشيته بشويه ديال الكاكاو مخلط مع الدقيق باش ما تجينيش الكيكه شهبه في الوجه ديالها. وغادي ندير داك الخليط هكا ديال الكيك وندخلها للفران اللي كيكون سخون من القبل على 180 درجه، نشعل عليها غير من التحت حتى يضاعف ليا الحجم ديالها، ومباشره نشعل عليها من الفوق واحد 2 دقائق هكا حتى كينشف الوجه ديالها. كتكون هذه هي النتيجه ديالها بعد ما كطيب، كتجي ما شاء الله مرتفعه هشيشه رطبه. قلبوها غير بشويه راه كتكون هشيشه ورطبه بزاف وكتجي خفيفه. انا غادي نحاول انني نقلبها باش نزينها من هذا الوجه هذا. خديت هنا الصلصه ديال الكراميل حضرتها غير في المنزل، بلا بغيتو نحضرها معكم فيديو يكون بوحدو اكيد على الراس والعين. غادي ندير هكايا صلصه ديال الكراميل هكا من الفوق، وغادي نرش عليها شويه ديال اللوز او كاوكاو ايفيلي اللي متوفر عندكم. التزيين دائما كيبقى اختياري، صدقوني جربوها غير هي بلا تزيين راه ما نوصفش لكم المذاق ديالها. عرفتي دوك 2 معالق ديال البودره ديال اللوز عطاو واحد المذاق كانكم كتاكلوا في شي كيك اللي مخدومه بالزبده، كيكه اللي غاليه هشيشه رطبه ما تتكلش نهائيا بالفورشيط، تكل بالمعلقه بكثرت ما انها كتجي هشيشه ومعلكه. غير جربوها، انا متاكده غادي تعجبكم. يلا ما تنساوليش بلي لايك ديالكم وتعليقكم تشتركوا في القناه. خليتكم على خير وخليت لكم الراحه بالصحه والراحه.